بحضراتكم وأمسية كروية جديدة للكرة مع فايق. النهارده عندها تفاصيل مهمة جدا، وأكيد في محكمة رياضية، وأكيد في كلام في الكورة، لأنه مباراة الزمالك والمصري لسه منتهية منذ لحظات. انتهى هذا اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف. هنقف ونتكلم في الأمور الفنية اللي تخص كلا الفريقين، بس خليني أقول لك أنه ترتيب المجموعات أصبح كالتالي: المصري مع 7 نقاط إلى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، الزمالك مع 5 نقاط، كايزر تشيفز مع 4 نقاط بعد الجولة الثالثة، وزيسكو يونايتد أبيض يا ورد. تفاصيل كتير هنتكلم فيها أكيد تخص منتخبنا الوطني، اللي قلت هنا في عز ما النتيجة كانت لسه خلصانة، وفي عز ما الناس بتبقى عندها غضب، وده طبيعي جدا ومبرر من الناحية العاطفية. بس الحقيقة كنت منطقي جدا جدا إنه ما قام به الكابتن حسام حسن بالمنطقية يعني هو وصولك للمربع الذهبي، ايا ما تكون بقى النتائج اللي هتحصل او اللي حصلت بعد كده. ده بشوفه ابعد من ما كنا ننتظر ونتمنى، وكنت بشوف من وقتها ان لابد ان تجدد الثقة في الكابتن حسام حسن. تتجدد الثقة بمعنى انه تشتغل على طول على برنامج العمل القادم للكابتن حسام حسن، ويحصل على التقدير والدعم الكافي. كلمة تقدير هنا راجعة لما قدموا من نتائج. يا جماعة احنا قدمنا بالمعطيات اللي عندنا احسن حاجة. هفهم ان انت كنت طمعان في اكتر من كده، انا هفهمه، لان احنا نرتكن الى تاريخ واسم كبير جدا جدا، تمام، برضو ده كلام كويس قوي. بس على ارض الواقع انت فين موقعك من الخريطة في الكورة؟ هو ده اللي انت لازم تقف عنده. فهتبتدي تشتغل وتخطط وتندمج في المنظومة بتاعة التحرك للأمام. أهلا وسهلا بيك، هتشوف ثمار ده. مش هتعمل كده، الكرة الإفريقية بتتحرك بسرعة غير طبيعية، الكرة في العالم كله. عندنا مرحلة مهمة جدا، هي مرحلة الإعداد لكأس العالم، وهذه المرحلة يتطلب من الجميع أنه تتضافر جهودنا من أجل إنجاح مسيرة منتخبنا الوطني. هتكلم في تفاصيل كتير جدا جدا عن هذا الشأن. انا معايا على تليفون استاذ خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. استاذ خالد اهلا وسهلا بيك، برحب بيك، مساء الفل. اهلا، مساء الخير كابتن ابراهيم، كل سنه وانت طيب، والساده المشاهدين بالف صحه يا رب. يا رب اللهم امين، ويا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. وخليني اسالك دلوقتي، كان الناس هديت، البعض كان عنده شويه غضب، ليه ما نكسبش، ليه ما نوصلش للنهائي، ليه ما نعديش السنغال، ليه اسئله كتير كلها كانت طبيعيه وبديهيه جدا. الناس عندها عاطفه وعندها محبه كبيره جدا جدا لمنتخبنا الوطني. لكن خليني اسالك بعد ما الاعصاب ما هديت، كيف ترى ما وصل اليه منتخب مصر حتى هذه اللحظه اللي احنا بنقيم فيها ادائنا؟ والله بص، هو احنا طموحاتنا زادت بعد تصدرنا المجموعه، وبعد ما ابتدينا نحقق نتائج ناس كثيره ما كانتش متوقعه هذه النتائج. طبعا احنا كمصريين منتخبنا قبل اي حاجه. الناس احنا عاطفيين جدا، واحنا شعب بنحب الكوره، ولنا زي ما حضرتك قلت تاريخ كبير، فمكانتنا بتحتم علينا ان احنا نكون في المقدمه دايما. فالطموحات زادت، احنا كلنا كمجلس اداره وكمشاهدين وكجمهور طموحاتنا طلعت ان احنا عايزين نلعب نهائي. ايوه، وصلنا للدور قبل النهائي، وبعد ما عملنا مباراه كويسه مع ساحل العاج. ادائنا يعني كان الحقيقه فوق المتوقع. جينا بقى في مباراه السنغال ما اديناش اللي احنا كلنا متوقعينه، بقى احنا طموحاتنا زادت جدا. ايوه، بس زي ما حضرتك بتقول، احنا في بعض من الاوقات بننسى ان دي كره قدم، ممكن ماتش فوق ماتش تحت، ادائك يتلخبط. بعض اللعيبه ممكن تكون عندك لعيبه مش مشتركه، لعيبه موقوفه، لعيبه مصابه، بتلخبط لك حساباتك. ومش بتلخبط لك حساباتك مع فريق عادي، لا، فريق السنغال فريق كبير. أيوة. مش يعني احنا مش هنضحك على نفسنا، فريق كبير. احنا لعبنا معاه قبل كده، وصلنا معاه نهائي افريقيا في الكاميرون،
وكسبنا بضربات الجزاء، يعني احنا ما كناش اقل منه. صحيح. المباراه دي احنا يعني فعلا في اخر 10 دقائق يعني ناس قالت ليه ما لعبناش كده طول المباراه؟ طب ما انت المباراه انت ما بتلعبش بفول تيم زي ما كنت انت متخيل، او ببعض اللعيبه اللي انت كنت معتمد عليهم. صحيح. فبتحاول تغير من ادائك، بتحاول تغير من خطتك، فمش كل حاجه بتمشي معاك زي ما انت عايز يعني. انما في المجمل انت وصلت مربع ذهبي، وكنت برضو الاقرب انك تلعب الثالث ورابع، لعبت الاقرب تبقى الثالث. فهي نتيجه مش مخيبه للامال يعني. صحيح. طيب خليني اسالك في جزئيه مهمه. اتحاد الكره يمكن اعلن دعمه للكابتن، دعم كامل للكابتن حسام حسن. سؤال مهم هنا، هل تم التمديد للكابتن حسام حسن لما بعد المونديال، ام انه العقد لحد المونديال، ومن بعد المونديال ومن بعد ما ستتحقق من نتائج في المونديال هننظر في الامر مره اخرى؟ لا، هو انت دلوقتي انت كل اللي انت مركز فيه المونديال، وده تعاقدك وده انما يعني ان شاء الله باذن الله يعني انا نتمنى بقى نكون ان احنا في المونديال نعمل اداء كويس واداء يعني اللي احنا كلنا نتمناه يعني، ويبقى ان شاء الله يبقى في عايز اقول لك هي كل مرحله بتقيم نفسها يعني. يعني ما نقدرش لكن العقد بتاع الكابتن حسام حسن لحد المونديال، صح كده؟ طبعا لحد المونديال. طيب يعني احنا شفنا ان في استعدادات كبيره جدا، وتم الاعلان عن مباراتين لمنتخبنا الوطني، واحده امام المملكه العربيه السعوديه والاخرى امام اسبانيا، ستقام في قطر. سؤالي قطر صح كده؟ خلال شهر مارس ان شاء الله باذن المولى، وتم الاعلان عنها بشكل التوقف بتاع في التوقف ان شاء الله باذن الله. طيب ماذا عن مباراه البرازيل؟ هل مباراه البرازيل ستقام ام لا حتى هذه اللحظه؟ لا، لسه مش 100%. لسه مش 100%. شغالين احنا شغالين عليها. ايه اسباب العطل؟ ايه اسباب العطله؟ لا، انت بتبص برضو لجوانب ماديه وجوانب فنيه وايه البدائل، ما انت مش عايز تاخد قرار على طول، انما الموافقه جايه من كل الجهات يعني. عندنا كابتن حسام موافق، يعني بعض الناس فاهمه ان كابتن حسام مش عايز يلعب. لا، كابتن حسام مش معترض خالص. طيب يعني كل شيء ماشي. هل احنا موضوع ماتش البرازيل ده يتحسم امتى؟ قدامنا مثلا اسبوع 2؟ في خلال الاسبوع ده ان شاء الله يكون كل شيء محسوم. يعني في الاسبوع الجاي ده احنا عندنا مجلس اداره، وعندنا كل ده هيتعرض علينا في خلال الاسبوع ده ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله يكون عندنا مجلس اداره. طيب بالنسبه للمباريات الاخرى اللي ممكن تقام في يونيو قبل انطلاقه بطوله كاس العالم، هل اتفقنا على مباريات اخرى ولا لحد دلوقتي لسه؟ لا، ما كل ده لسه. كل ده لسه. لا، طيب. احنا مركزين دلوقتي بنخلص المباريات بتاعت شهر مارس. وبرضه احنا عايز اقول لك على حاجه، هو كان برضه من طلب الكابتن حسام ان هو عايز ياخد فتره اعداد اطول شويه. فبنعيد برضه وجهه نظر في الدوري ويخلص امتى، لان هو عايز اكتر فتره، ولو 4-5 ايام زياده تفرق معاه. لا، ما هنا دي نقطه مهمه عايز استوضح من حضرتك اكتر فيها. احنا دلوقتي الدوري بتاعنا المفروض يخلص 30/5. الكابتن حسام عايز ايه واحنا نقدر نعمل ايه؟ الكابتن حسام بيأمل ان يعني يكون في فرصه اطول فرصه يمكن لاعداد المنتخب قبل السفر. هو عايز يجمع المجموعه باكبر قدر. فهو عايز ده كان بيتكلموا امبارح يعني. طيب فهو عايز المعسكر يبتدي امتى، واحنا ممكن مع الرابطه نأجل شويه في الدوري لحد امتى؟ بالظبط. هو طالب مثلا اسبوع زياده، ده اللي بيقولوا اقل من 10 ايام زياده، اسبوع زياده، هو على قد ما نقدر. يبداوا من امتى يا استاذ خالد؟ هو ده يا فندم 25/5 يعني يا فندم مثلا؟ مثلا 25/5 او قبل كده كمان لو في امكانيه. ما ده اللي احنا لسه بندرسه بقى. هيبقى في مناقشات مع الرابطه، لان طبعا احنا بنقول لمنتخب مصر يعني ده كاس عالم، فعايزين نعمل اي حاجه بحيث ان احنا ندعم، وبحيث ان احنا نوفر كل الامكانيات، يبقى معسكر كامل. طيب ما هو احنا عشان نقدر نوفر ده للكابتن حسام، للكابتن حسام هنضطر نضغط الماتشات بتاعه الدوري فنخلص قبل الميعاد ده، لانه اجباري اعتقد لازم تكون مخلص، صح كده ولا انا بتكلم غلط؟ قبل انطلاق طبعا لازم تكون مخلص طبعا. طيب ده في اي امكانيه انتوا ولا لسه بتدرسوها؟ لا، ده لسه الكلام ده كان امبارح، ان احنا عايزين ندرس امكانيه
نطول فتره الاعداد اكتر من المتفق عليه. طيب ان شاء الله باذن الله نوصل. وطبعا احنا بنقول ان احنا نفسنا ان احنا يعني اي حاجه بيطلبها الجهاز الفني يعني بتبقى طبعا في الصالح يعني. صحيح. احنا بنحاول ان شاء الله يعني ده اللي احنا الهدف بتاعنا. طيب مطالبه الكابتن حسام حسن بتقليل عدد المحترفين في بطوله الدوري، هل بداتوا في اي خطوات فعليه ولا هي فقط مجرد اقتراحات لم تدخل؟ لا دي ممكن، لا مجرد اقتراحات لحد دلوقتي. لحد دلوقتي هي مقترحات. طيب اقتراحات. استاذ خالد انا طبعا بشكرك شكرا جزيلا على المداخله، وبشكرك على وقتك وما فيها من ايضاحات، ومره ثانيه وثالثه ان شاء الله باذن الله نتمنى لمنتخبنا، ربنا يبارك في عمرك يا رب، نتمنى لمنتخبنا الوطني الافضل والافضل دائما. اشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وتصريحات ايضا في منتهى الاهميه. بعد الفاصل عزيزي المشاهد، ضيفي وضيف او ضيوف حضراتكم وضيوفي النهارده في البرنامج هم كباتننا الكبار، كابتن اسماعيل يوسف، كابتن هاني رمزي، كابتن محمود فتح الله، كابتن سيد معوض. فخليكم معانا في المحكمه الرياضيه نتكلم فنيا في كل حاجه بعد هذا الفاصل.